رسالة من مواطن مصري عربي. اتحاد الكرة المصري، المدرب الوطني يا جماعة ما حلو اهو. أقل من 6 شهور عمل منتخب نافس ووصل للمربع الذهبي وخد رابع عالم. ايه، ما بلاش بقى عقدة الخواجة دي بقى. واللعيبة المصرية يعني ايه، مش هنتكسف على دمنا شوية؟ م? عندنا فخر العرب ومش فخر العرب والكلام ده، واغلى لعيب في العرب واللي ده ها فين الاثبات؟ مش نثبت على ارض الواقع ان احنا عندنا احسن منتخب واحسن واسد افريقيا والليله دي كلها؟ ماشي. يعني ارحموا الشعب المصري شويه، ان الشعب المصري حابب يفرح يعني في وسط الغلا وفي وسط كل الكلام ده. ماشي. اثبتوا نفسيكوا بقى في الايام الجايه. ماشي. تعلموا من المغرب. واحد معانا يطلع احنا غلبناهم في كذا يا حبيبي. ماشي، ده ظروف وده ظروف، مدرب غير مدرب، تفكير غير تفكير، توفيق ربنا. ماشي. مم. الرسالة بقى لإخواتنا العرب، يعني اللي كانوا السعوديين والطبع الخليجي شوية. وميسي وينه؟ ميسي رفع كأس العالم يا حبيبي. كسبت انت وخلعت وهو كمل وخد كأس العالم. مم. يعني لازم الفزلكة العربي، يعني فزلكة كسبنا ميسي وادينا له على عينه. مش نافع يعني، مش نافع، مش حلو. معاكم مدرب عالمي، خسرتوا الدنيا خالص بجد. يعني اتمنى بلاش فزلكة عربي بقى شوية. منتخب تونس يعني كنا متوقعين منك اكتر من كده، بس ان شاء الله المرة الجاية تمام. المنتخب القطري كنت يا ريت بدل ما ضيعتوا مليارات على مباني ومصروفات كتير كنتوا خدتوا مليار ظبطتوا الفرقة بتاعتكم لصفر المونديال على ارضكم. مش حلو. المغرب طبعا شابوه، وطبعا عدم التركيز في بقى وجود أغنية اتعملت سميرة سعيد، إعلام، كلام كده كلام كده. حتوا عن الإيه التركيز شوية، فطبعا إيه طلع بكم من المسار الصحيح يعني. ورسالة بقى الكبيرة والمهمة، انتوا شفتوا يا عرب لما اتحدتوا كده ورا صوت واحد في الكورة، العالم كله خاف منكم، اترعب. ما بالكم بقى في كل المجالات؟ لو اتحدتوا الدنيا هتبقى عاملة ازاي؟ هتنيموهم من المغرب، هتنيموهم من المغرب. فيا ريت نبقى ايد واحدة، لانهم اترعبوا بجد في الكورة. فتخيلوا بقى في المجالات التانية هنعمل ايه. وتصبحوا على خير.